السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 12 صنف من الناس دعاؤهم مستجاب، فمن هم؟ نعرفهم بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أي إنسان في الدنيا محتاج إن ربنا يستجيب دعائه، واستجابة الدعاء بتتوقف على أمور كثيرة جدا، هي منحة من الله أولا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إن الإنسان لابد أن يكون قريب من ربنا، يكون عابد لله، ما يكونش عاصي لله، لأن المعصية بتحول بين الإنسان أحيانا وبين استجابة الدعاء. الأمر الثالث إن الإنسان لابد أن هو يأكل حلالا، لأن اللقمة الحرام تمنع استجابة الدعاء كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم. طيب، في 12 صنف من المسلمين دعائهم مستجاب بفضل الله. مين هم؟ هنعرفهم دلوقتي. أول صنف الإنسان المظلوم. ورد في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم، ركز معايا، وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. يا خبر أبيض، يعني المظلوم لو كان كافر دعاؤه مستجاب؟ والله، يعني لو ظلم مسلم كافرا فدعا الكافر على المسلم لاستجاب الله دعاء الكافر على المسلم. إن الظلم عاقبته وخيمة. الظلم محرم، مش إن مسلم يظلم كافر كمان، ده محرم إن مسلم يظلم حتى حيوان، دابة، قطة، كلب، أعزكم الله. لا يجوز إن احنا نظلم أي كائن على وجه الأرض، لأن الظلم محرم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الصنف الثاني دعاء الوالد لولده، وكلمة الوالد بتشمل الأب والأم. ورد في الحديث الذي رواه ابن ماجه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن. النبي بيأكد لك ال3 دعوات دولت مستجابات، ما حدش يقدر يشك أبدا. من ضمنها دعوة الوالد لولده، إن الأب والأم يدعوا لأولادهم، دعائهم مستجاب. ولذلك لما أم يكون ابنها مش كويس، ما بيصليش، ما بيعملش، ما تدعيش عليه، تدعي له، ودعائها إن شاء الله مستجاب، وربنا هيستجيب دعائها ويهديه. أو إن ابنها مثلا في ضائقة مالية، تدعي له ربنا يوسع عليه وربنا هيوسع عليه، وهكذا. الصنف الثالث دعاء الوالد على ولده. طب دعاء الوالد لولده، واحد مثلا اولاده كويسين وبيبروه وبيدعي لهم، ويعني نفسه بيتمنى لهم الخير. طب في واحد تاني اولاده عاقين بيه وبيأذوه وبيعملوا، فهو بيدعي عليهم. فاحنا بنقول لا، خدوا بالكم، بدل ما تدعوا على اولادكم ادعوا لاولادكم، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الدعاء على الاولاد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على أنفسكم فتصادف ساعة إجابة فيستجاب لكم فتندموا. ياما أمهات وأباء دعوا على أولادهم فربنا استجاب لهم الدعاء فندموا بعد ذلك أشد الندم. اللي دعت على ابنها ان عربيه تضربه فضربته العربيه، اصبح الولد عياذا بالله مصاب بالشلل. مين اللي شربت الهم؟ الام اللي قعدت تخدمه لحد اخر يوم في حياتها، مع ان هو كان المفروض هو اللي يخدمها لما يكون سليم. فهكذا، فالانسان لا يدعو على نفسه ولا على ماله ولا على ولده، لان النبي نهى عن ذلك. يبقى دعاء الوالد على ولده، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن: 3 دعوات مستجابات من ضمنها دعاء الوالد على ولده. يبقى ده الصنف الثالث. الصنف الرابع حبايبي المسافر، لأن المسافر بيتعنى وبيتعب وبيحصل له مشقة عظيمة جدا، حتى والله لو كان راكب طيارة. يكفي ان هو يجهز شنطه ويروح قبل السفر ب3 ساعات، ويفضل قاعد 3 ساعات في اجراءات ووزن وجوازات ومش عارف ايه والطوابير، ويعدي الشنط على الاجهزه ومش عارف ايه، لحد ما بيوصل الطياره بيكون تعب شديد جدا. وبعدين الطياره ووصل الناحيه الثانيه، البلد الثانيه، برضه نفس الاجراءات، وعقبال ما يشوف عربيه ويروح، برضه المشقه في السفر ايا كان نوعيه السفر، بتختلف انواع المشقات لكن فيها مشقه. فربنا بيكرم المسافر بانه يجعل له دعاء مستجاب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن: 3 دعوات مستجابات، ذكر منها دعاء المسافر. رقم 5 دعاء الأشعث الأغبر المستكين. إنسان شعره منكوش، مش مهندم، لبسه مقطع، فقير، هو مش متعمد يلبس الكلام ده، رايح حفلة تنكرية، ده هو إنسان فقير مش لاقي ياكل، تمام؟ هذا الإنسان كأنها رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحتقر مثل هؤلاء الناس. واحد فقير ولبسه مقطع وحاله يعني على قده، فما تستهترش بالإنسان ده، ممكن يكون ليه حال مع ربنا سبحانه وتعالى فيدعو بل ويقسم على الله، والله عز وجل يبر بقسمه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم:
رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو خبط على باب أي حد لو شافوه يقفلوا باب في وشه. سبحان الله، هذا الإنسان لو كان ليه حال مع ربنا وإنسان طائع لله، قال النبي لو أقسم على الله لأبره. في رواية عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. خد بالك، منهم البراء بن مالك، ده الوحيد اللي النبي سماه، منهم البراء بن مالك اللي هو أخو أنس بن مالك رضي الله عنهما. البراء بن مالك في بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وفي الفتوحات الإسلامية في معركة تستر، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، استعصت تلك الموقعة على الصحابة فتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا براء ألا تقسم على الله كي ينصر الله جند المسلمين؟ فقال البراء اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله. شوف قد ايه؟ يبقى اذا دعاء الاشعث الاغبر المستكين نحط جنبها كده بين قوسين اذا كان طائعا لله سبحانه وتعالى. رقم 6 من الذين يستجيب الله دعاءهم دعاء الصائم حتى يفطر. يعني ايه؟ المشهور عندنا ان للصائم دعوه مستجابه عند الافطار فقط، لا ده الصائم له دعوه مستجابه ايضا طول ما هو صايم، يعني بالنهار. شوف قد ايه؟ وليه دعوه تانية مستجابه عند الافطار. شوف قد ايه؟ ده الجديد بقى في الموضوع. في الحديث الذي رواه البيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات مستجابات ذكر منها دعوة الصائم. طيب الصنف اللي بعد كده اللي هو السابع اللي هو دعاء الصائم عند فطره، وده الجديد بقى اللي هو اللي احنا كنا عارفينه قبل كده، اللي قبلها بقى ده هو اللي كنا ايه ما كناش واخدين بالنا منه، ان وانت صايم ليك دعوه مستجابه وعند الفطر ايضا ليك دعوه ثانيه مستجابه. ورد في الحديث الذي رواه ابن حبان بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حين يفطر. أول ما تسمع كده الأذان وتسمي بسم الله وبتبتدي تاكل ادعي دعوة، ويا حبذا لو دعيتها للمسلمين أو دعيتها لواحد بظهر الغيب فالملك يقول لك آمين ولك بمثل. يبقى دعاء الصائم عند فطره. رقم 8 يا حبايبي دعاء الإمام العادل. كلمة الإمام العادل تشمل أنواع كثيرة جدا من الإمام العادل، تشمل الحاكم المسلم العادل، تشمل المدير الذي يعدل بين المدرسين في المدرسة، أو المدير الذي يعدل بين الموظفين في الشركة، أو الرجل اللي متجوز 4 أو 2 أو 3 وبيعدل بين أزواجه، أو الأب اللي بيعدل بين أولاده. كل هؤلاء يدخلوا تحت بند الإمام العادل، لكن أعلاهم الحاكم المسلم. دعاء الإمام العادل ورد في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يرد الله دعاءهم، ربنا ما يردش دعاء ال3 دول أبدا، كان من بينهم الإمام المقسط أي الإمام العادل. رقم 9 حبايبي دعاء المضطر. الإنسان المضطر، الإنسان اللي اتحط في مصيبة في بلاء شديد جدا ووصل لمرحلة إنه خلاص يعني ضاقت عليه الدنيا عياذا بالله، قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. دعاء المضطر مستجاب بفضل الله. رقم 10 حبايبي دعاء الولد البار لوالديه، ان الابن البار ده واللي طائع لله سبحانه وتعالى يدعي لابوه وامه. احنا قلنا قبل كده دعاء الاب والام على اولادهم او لاولادهم، لا ده دعاء الابن بقى ليه للاب والام. ورد في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 من ضمنها او ولد صالح يدعو له. رقم 11 دعاء المسلم لاخيه المسلم بظهر الغيب. في الحديث اللي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب، عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. عشان كده دايما بقول لكم اللي نفسه في حاجة يدعيها لأخوه المسلم. نفسك ربنا يوسع رزقك قول اللهم وسع رزق أخي فلان، أو عممها اللهم وسع أرزاق المسلمين، فالملك يقول لك آمين ولك بمثل. آخر حاجة رقم 12 من ضمن الذين يستجيب الله دعاءهم الذاكر الله كثيرا، اللي بيكتر من ذكر الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إنك تذكر المولى عز وجل على كل حال. كيف قد ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بإسناد حسن 3 لا يرد الله دعاءهم من بينهم الذاكر الله كثيرا. دول كانوا 12 صنف من الناس، يا رب يجعلنا منهم يا رب العالمين، من الذين يستجيب الله عز وجل دعاءهم
أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستجيب الله عز وجل دعاءهم، وأن يجعل أيامنا كلها سعادة موصولة بسعادة الآخرة، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.